كروان الفن وبلبله مش لاقي حد يؤكله. ما شاء الله، برافو، صوتك كويس حلو قوي جدا. شكرا، انا مبسوطة ان صوتي عجبكم. عجبنا صوتك جدا، روعة. تحفة. انت بجد موهوبة، اتفضلي الفلوس دي. بجد الفلوس دي ليا؟ شكرا. خدي الفلوس دي ليكي، تستاهلي اكتر من كده. انت بجد موهوبة وصوتك جميل قوي. شكرا لحضرتك يا عمو، انا فرحانة قوي. انا هاجي اسمعك كل يوم. انت فنانة بجد. انا ما سمعتش صوت جميل قبل كده زي ده. اتفضلي خدي الفلوس دي ليكي. كمان الفلوس دي ليا؟ انا بجد فرحانة قوي. انا بشكركم كلكم، انا فعلا كنت محتاجة الفلوس دي. امي يا امي، الحقي يا امي، كل الفلوس دي علشان انا غنيت. فلوس كتيرة قوي، وقالوا لي كمان هنيجي نسمعك كل يوم. هيبقى عندنا فلوس كتير يا امي علشان نجيب بيها بيت بدل ما احنا بننام في الشارع كده. يا ما شاء الله، يا ما شاء الله، كل الفلوس دي علشان انت غنيتي. انت فعلا يا نغم صوتك جميل قوي. انا متأكدة يا حبيبتي انك هتبقي فنانة بحق وحقيقي. يا امي فنانة ايه بشكل ده؟ ده انا حتى هدومي مقطعة. وايه يعني هدومك مقطعة؟ بكرة بقى لما يجي بقى وتبقي فنانة هتقولي امي قالت. انا كلامي ما بينزلش الارض ابدا يا نغم. طيب يا ماما، لحد بقى ما يجي بكرة اتفضلي خدي الفلوس دي وحوشيها علشان نشتري بيها بيت. عارفة يا ماما، الناس كلها بتحب صوتي. عارفة يا أمي، أنا من بكرة هروح أغني عند السينما أكيد في ناس هناك متريشة ومعاهم فلوس كتيرة. فكرة حلوة والنبي يا بنتي يا نغم، عندك حق، روحي غني عند السينما. كروان الفن وبلبله مش لاقي حد يؤكله، ويغني على من يجهله، وده يشتمه وده يزغده. ايه رأيك يا باشا؟ هي دي اللي بندور عليها، مفيش حد غيرها هيقوم بالدور. عندك حق يا ياسر. الصوت والكاريزما نسخة طبق الأصل من اللي بندور عليها، هي دي. طب يلا يا باشا، لازم تروح تتكلم معاها بسرعة، دي فرصة. أيوة عندك حق، أنا هروح أتكلم معاها حالا. أنا مضمنش إن أنا أعرف أشوفها بعد كده. صباح الخير. هو حضرتك يا باشا بتكلمني أنا؟ أيوة بكلمك أنت. بقولك يا حلوة، أنا عاوز عنوان بيتكم، محتاج أتكلم مع بابا وماما في موضوع يخصك. ايه؟ موضوع يخصني انا ليه؟ والله يا باشا انا ما عملتش اي حاجة، انا بغني بس ومش بعمل اي حاجة تانية. ما تقلقيش، دي حاجة حلوة. ها؟ حاجة حلوة؟ طيب طالما حاجة حلوة بقى، بص يا باشا، انا بابا هاجر من سنين وسابني انا وماما وبيتنا. احنا ما عندناش بيت. بص حضرتك هتلاقي ماما واقفة هناك اهون، هشاور لك عليها، هي اللي واقفة هناك دي. ايوه خلاص شفتها. انا هروح لها، هروح اتكلم معاها. ازيك؟ بقولك ايه، انا عرفت ان انتي مامة البنت اللي واقفة بتغني هناك دي. بنتك صوتها حلو قوي وانا محتاجها معايا في فيلم، ايه رأيك؟ ايه بتقول ايه يا باشا؟ نغم بنتي انا هتمثل معاك في فيلم؟ معقولة؟ طبعا موافقة، دي نغم شاطرة جدا يا باشا، دي حتى بتعرف تمثل وتغني وتعمل كل حاجة. ممتاز، وهو ده اللي انا شفته فيها. اتفقنا، هتجولي بكرة عند المسرح وخدي المبلغ البسيط ده لحد ما نتفق. ها؟ فلوس كمان؟ تسلم ايدك يا باشا، بكرة هنكون عند المسرح. اتفقنا، مع السلامة. انا مش مصدقة وداني، نغم هتمثل؟ يا دي الهنا يا دي الهنا، يا بنتي يا نغم تعالي بسرعة. نعم يا ماما، انتي بتندهيلي؟ يا اختي بندهلك، شفتي؟ مش انا قلتلك؟ اهو الراجل اللي كان واقف معايا دلوقتي عايزك تمثلي معاه في فيلم، وبكره بقى هنروح له على المسرح. ده حتى اداني الفلوس دي، كل الفلوس دي، وبيقول لي مبلغ بسيط. يا دي الهنا يا دي الهنا. ايه؟ بتقولي ايه يا امي؟ همثل؟ معقولة انا همثل؟ ايوه يا نغم هتمثلي، بقولك الراجل اداني الفلوس دي وقال لي لحد ما نتفق، ده احنا هنبقى اغنياء.
فلوس وأغنية وهمثل. ايه ده؟ انا مش مصدقة وداني، يعني انا فعلا يا امي هبقى فنانة؟ ايوه، علشان بعد كده تبقي تسمعي كلام امي. اديله يا نغم، اديله. يلا يا نغم، عايز اشوف الشطارة. دلوقتي بقى هتعملي لي دور واحدة بتضحك. سهلة خالص يا أستاذ. حاضر، واحدة بتضحك أهو. أنا مبسوطة قوي يا ماما، النهاردة أسعد يوم في حياتي. فرحانة قوي. برافو برافو يا نغم. ودلوقتي اعملي لي دور واحدة بتعيط. إيه؟ تيتا حبيبتي ماتت؟ يا حبيبتي يا تيتا، هعيش من بعدك إزاي بس يا تيتا؟ ده انتي كل حاجة حلوة في حياتي يا تيتا. ممتاز، برافو برافو يا نغم. يلا اخر حاجة دلوقتي هتعملي لي دور واحدة مغرورة. انتي نسيتي نفسك ولا ايه؟ انتي مش عارفة انتي بتتكلمي مع مين؟ انا نغم، الفنانة الصغيرة، ما ينفعش تتكلمي معايا كده. هايل هايل يا فنانة، انت خلاص هتدخلي معانا الفيلم. برافو عليكي. عارفة هتمثلي مع مين؟ هتمثلي مع الفنانة الكبيرة هدى زكي. حق يا استاذ، همثل مع الفنانة هدى زكي؟ ياه، ده انا بحبها قوي. هي هي هي. برافو برافو يا فنانة، الفيلم حلو جدا، وانتي كان دورك في الفيلم حلو قوي. حقيقي برافو، انت فنانة، انت نجمة المستقبل. واو، ده احلى فيلم شفته في حياتي. ممكن نتصور معاكي يا فنانة؟ طبعا. اضحكي يا فنانة. هنا يا فنانة. هنا يا فنانة. شكرا ليكوا كلكوا، شكرا. عارفة يا ماما، أنا فرحانة قوي يا ماما. أنا مش مصدقة اللي أنا وصلت له. أنا بقيت مشهورة وناس كتيرة جدا بتحبني. ايوه يا نغم يا حبيبتي، انتي بقيتي مشهورة وفنانة. بس أنا برضو يا ماما حاسة إن أنا ناقصني حاجة. ناقصك حاجة؟ ايه هي بس يا حبيبتي؟ ده احنا عندنا بيت وعربية وفلوس، ايه اللي ناقصك؟ نفسي أتعلم يا ماما وأروح المدرسة. فاكرة يا ماما لما كنت بشوف الولاد الصغيرين اللي قدي هم داخلين المدرسة وأقولك يا ماما نفسي أكون زيهم؟ طبعا يا نغم يا حبيبتي، عارفة. برافو عليك يا نغم، هو ده الكلام. التعليم مهم جدا، وهو السلاح اللي هتقدري تعيشي بيه في وسط العالم ده كله. خلاص يا أمي، يبقى أنا وإنتي متفقين. أنا لازم أروح أتعلم، لازم أعرف أقرأ وأكتب يا ماما. اتفقنا يا نغم، أنا من بكرة هروح أقدم لك في مدرسة بروك هيفن. بجد يا ماما، أنا بحبك أوي يا ماما. وأخيرا هبقى متعلمة زي الأطفال اللي في سني. تجلس القطة في الصندوق. في حرف جر. كان الولد يلعب بجانب الشجرة، يبقى الولد ده فاعل. يلا يا حبيبتي سمعيلي. قطتي صغيرة اسمها نميرة، شعرها طويل. يا ماما الحقي يا ماما، أنا نجحت يا ماما وجبت الدرجة النهائية. بجد يا نغم يا حبيبتي، وريني كده، وريني الشهادة، فرحيني. أهو يا ماما، حتى شوفي درجاتي كلها جميلة، كلها الدرجات النهائية. برافو عليك يا نغم. أيوة كده، هي دي بنتي الشطورة. يلا بقى اطلعي غيري هدومك وارتاحي شوية، علشان عندك حفلة بالليل على المسرح. حاضر يا ماما، أنا متحمسة أوي لحفلة النهاردة. شخبط شخبيط لخبط لخبيط، مسك الألوان ورسم على الحيط. أعمل إيه وياك يا حمادة؟ اللي عملته ده أسوأ عادة. عاوز ترسم ارسم، لكن من غير ما تشخبط على الحيط.